هلو. النهاردة هنعمل فراخ مشوية بطريقة حلوة خالص. المقادير بتاعتها عبارة عن بصل ضربناه في الكبة، وملح، وتوابل فراخ، وزيت، وفلفل اسود. هناخد البصل بتاعنا الجميل ده هنحطه على الفراخ، وبعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا واحدة واحدة. أول حاجة هنحط الفلفل الأسود، وبعدها الملح، طبعا حسب الرغبة، حسب ما انت عايزاه الملح يبقى مظبوط معاكي انت بقى. وهنحط التوابل الفراخ، بتخلي طبعا طعم الفراخ حلو قوي، وحبة زيت صغيرين. وكل المكونات الجميلة دي هنخلطها في بعض كويس جدا، وطبعا زي المرة اللي فاتت نتأكد ان التوابل كلها دخلت في الفراخ. هتبلها وهرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما تبلتها هاخدها على طول على الشواية، ولحد بقى ما الفراخ تستوي هنجهز الرز بتاعنا بطريقة حلوة خالص. هننزل بالزيت، وعليها معلقة سمنة، معلقة زيت ومعلقة سمنة. احنا هنعمل رز عادي مش رز بسمتي، بس بطريقة حلوة خالص. ننزل بقى بالرز بتاعنا ونشوحه كويس، مش عايزينه متحمر. اول ما يبتدي يفلفل معانا هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. ننزل بقى بالكركم ونقلبه كويس، وبعدها ذرة من 7 بهارات، حاجة بسيطة يعني مش كتيرة، زي ما انتوا شايفين كده. وبعدها فلفل اسود وملح طبعا، ونبهر كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. ومش قادرة اوصف لكم بجد، هتشموا ريحة حلوة جدا، ده غير طبعا طعمه. وبعد كده ننزل بالمية المغلية بتاعتنا لحد ما تغطي الرز. الريحة جنان. هنسيبه بقى يتشرب، وبعدها هنوطي النار خالص ونسيبه يستوي مع نفسه. تعالوا بقى ناخد بصة سريعة على الفراخ. واو بجد تحفة. دلوقتي هنعمل بطاطس بطريقة حلوة، هتبقى نص سلقة، وهنحط عليها التوابل الجميلة بتاعتنا دي، بابريكا. البطاطس دي بجد ولادك هيحبوها قوي. وعليها روزماري وزعتر، وكمان ملح، رشة بسيطة مش كتيرة، ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، وكمان زيت. ونقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. كده كده البطاطس نص سلقة، هناخدها كمان هنحطها في الفرن هتتحمر، وهيبقى تبقى لذيذة قوي بجد، هتعجبكم جدا. هاخدها بقى احطها في الفرن وهرجع لكم تاني. وبكده تكون أكلة النهاردة خلصت. البطاطس القمر دي بجد هتحبوها جدا، والفراخ اتشوت وبقت تحفة، ومعاها طبعا طحينة والرز الجميل بتاعنا ده. يا رب أكلة النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم في أكلة جديدة. باي باي.